طبعا اليوم رح نحكي بموضوع مهم كبير وهو موضوع الانتحار. يعني هاي الظاهرة صارت منتشرة بشكل كبير بمجتمعنا بالفترة الأخيرة. كل بين فترة نسمع أنه شخص أنهى حياته أو امرأة أنهت حياتها والأسباب مجهولة. طبعا الانتحار هو إنهاء الشخص لحياته نتيجة الضغوط النفسية اللي يتعرض لها بحياته، على اعتقاد من الشخص أنه هذا الحل الوحيد لإنهاء الألم. طبعا موضوع الانتحار يعني موضوع خطير وبشكل كبير، لازم نبحث بالأسباب، لازم يكون في طرق للوقاية من هذا الموضوع لنحد من هاي الظاهرة. هو الانتحار طبعا ثالث سبب للوفاة عند الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم من 15 ل 29 سنة، ويحدث في جميع البلدان، يعني ليس فقط في البلدان المرتفعة الدخل، حتى البلدان المتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل طبعا عم تنتشر ظاهرة الانتحار. وهذا شيء طبيعي انه يخلف مأساة على الأسرة والمجتمع والبلدان، ويترك آثار طويلة المدى بتأثر على الأسرة اللي طبعا أسرة الشخص المنتحر. هلا لو بحثنا بالأسباب، في كتير عالم تربط انه موضوع الانتحار بالامراض النفسيه. هلا هذا الموضوع غلط وحكي ما صحيح. مو دائما الشخص اللي يعاني من الامراض النفسيه هو الشخص اللي ينتحر. في كتير اسباب تدفع الشخص للانتحار، مرتبطه بعوامل اجتماعيه، ثقافيه، بيولوجيه، بيئيه، نفسيه، لكن المسبب الرئيسي للانتحار هو الاكتئاب. لكن اكثر الاشخاص طبعا اللي يتعرضون لموضوع الانتحار او شخص ينهي حياته هن الاشخاص اللي يتعرضون للعنف الاسري والاضطرابات النفسيه. كمان من اسباب الانتحار لما يكون طبعا وجود تاريخ عائلي للانتحار. هون نحن عم نحكي عن الوراثه، لما يكون في بهالاسره شخص سبق وانتحر أو امرأة سبق وانتحرت، يعني ممكن تتكرر موضوع الانتحار ضمن هاي الأسرة. يعني هون الوراثة تلعب دورها. طبعا نحن لما نحكي عن موضوع الوراثة نحن ما يعني نربط هالموضوع هذا بموضوع والله الجينات، لا، انه هو سلوك مكتسب، سلوكيات مكتسبة. كمان من الأسباب اللي تؤدي إلى الانتحار طبعا التعرض للاعتداء أو التحرش الجنسي، خاصة عند النساء. لما يكون في عندنا شخص أو مثلا رجل أو امرأة مدمنين طبعا مخدرات أو تعاطي الكحول، لما يكون في إعاقة جسدية، هاي كلياتها تخلي طبعا الرجل او المراه يلجا عفوا يقدم على موضوع الانتحار. كمان في كمان اوقات قسم من حالات الانتحار تكون مرتبطه بالعوامل الاقتصاديه، مثل خساره ماليه، ممكن فقدان شخص عزيز على طبعا الاهل، تدفع الشخص انه يقدم على موضوع الانتحار. هلا نحن طبعا ما يهمنا الاسباب بكثر ما يهمنا عوامل الخطر او الاعراض، او شو هي الاعراض اللي تظهر على الشخص المنتحر قبل ما يقدم على موضوع الانتحار. هون يعني خلينا نقول نحن النقطة الحمراء، في كتير أعراض تظهر على الشخص، نحن لازم نكون حريصين ومنتبهين لها بشكل كبير. من هاي الأعراض مثلا إنه الشخص يتلفظ إنه أنا رح أقتل نفسي، تفكير الشخص دائم بالموت، مثل الشخص يتلفظ بكلمات يا ريت ما خلقت على هالدنيا، التقلبات المزاجية الحادة اللي تظهر على الشخص يعني وتسيطر عليه لفترة طويلة على مدى أشهر أو سنة كاملة، شعور الشخص دائما بالحزن، كمان الانعزال التام عن المجتمع، يعني تدهور العلاقات الاجتماعية والعائلية عند الشخص، مثل لما نشوف شخص صار يلجأ لموضوع المخدرات والكحول بشكل كبير. يعني هاي كلها أعراض تظهر على الشخص قبل فترة الانتحار. طبعا نحن لازم نركز عليها بشكل كبير وما نهمل هذا الموضوع. لازم نكون حريصين ودقيقين، ويعني طبعا في ناس يعني تاخذ هالامور هاي من باب سخريه واستهزاء، يعني نحن لازم نكون جديين مع هاي الاعراض اللي تظهر على الشخص. هلا لو مثلا يجي اي شخص يسال انه شو هو العلاج للشخص اللي يحاول يعني طبعا ينتحر او يفكر بالانتحار، في كثير عمليات انتحاريه طبعا تبوء بالفشل. يمكن الشخص مثلا يفكر انه ينتحر بلحظات اذا يكون في اشخاص داعمين له، هو طبعا يتراجع. نحن اذا بدنا نعالج هذا الموضوع او نحد هاي الظاهره، نحن لازم نركز علاجنا يكون تركيزه على الاسباب،
مثلا يعني شخص عم يتعاطى مخدرات أو كحول، هذا الشخص لازم يتلقى العلاج. لما يكون في شخص يأسان، عنده حزن، عنده ضغوطات أو مصاعب، لازم يعني تكون في حواليه شبكة دعم اجتماعي، وطبعا الأسرة تلعب دورها بشكل كبير بهذا الموضوع. مثلا شخص عم يعاني من أمراض نفسية، كمان هذا الشخص لازم يتعالج. نحن إذا ما عالجنا الأسباب ما رح نقدر نمنع الشخص من انه يقتل نفسه. فلما يتعالج الشخص طبعا يعني عن طريق مرشد نفسي او طبيب نفسي او ممكن شخص قريب او حدا، اي حدا من افراد اسرته ممكن يسنده بهاي المحنه، هون شوي يعني الشخص رح يحس شعور يعني عفوا رح يتحسن شعور الفرد تجاه الحياه. اتمنى انه يعني صوتنا يوصل للكل وما نهمل هذا الموضوع، خاصة بمنطقتنا. يعني هلا صار على مدى سنتين نسمع خاصة بالأرياف إنه شاب مثلا عمره 20 سنة شنق حاله، أو امرأة قتلت نفسها. يعني خاصة موضوع الأرياف أكثر شيء عم يتكرر موضوع الانتحار. نسمع مثلا من العالم او الجيران انه مجرد ما سمعوا انه قتل حاله والله كان مريض نفسي. لا، نحن لازم نبحث بهالاسباب، نركز عليها عن طريق الاسره، عن طريق اسره الشخص طبعا المنتحر. شو الاسباب اللي دفعت فيه للانتحار لحتى ما يتكرر هذا السلوك ضمن الاسره مره ثانيه. مثل هيك حالات يعني طبعا العاتق الاول والاخير يرجع على الاسره بهذا الموضوع. انه طالما عم يشكوا انه في سلوكيات غريبه تظهر على الشخص قبل فتره انتحاره، يعني لازم يلجؤوا لمراكز دعم نفسي يتلقى فيها العلاج الشخص، او هن نفسهم بيساعدوا الشخص اللي كان يفكر بالانتحار. يعني انوه لنقطه كثير مهمه، طبعا اكثر حالات الانتحار لما نقارن بين الرجال والنساء هي عم تكون عند النساء اكثر من الرجال، لانه المراه عم تتحمل ضغوطات نفسيه واجتماعيه واقتصاديه فوق طاقتها. لا كمان في نقطه مهمه، يعني هلا نحن بالمجتمعات الشرقيه معروف الذهنيه الذكوريه وما في مساواه، خاصة يعني بالفتيات لما يكون في تفرقة بينها وبين الشاب، لا تدرسي لا تشتغلي لا تطلعي، يعني ما في مساواة بالحقوق أبدا. ممكن هاي الموضوع يسبب ضغوط نفسية كبيرة على الفتاة ويخليها تقدم على السلوك الانتحاري لحتى تتخلص من الألم اللي هي عم تعيشه. نناشد طبعا نحن النساء بشكل خاص انه يكونوا قريبات من بعضهم، أو يكون في دعم للنساء ضمن الأسرة، إذا كانت أخت ولا إذا كانت زوجة، نخفف العبء عنا، نحاول شوي يكون في مساواة بالحقوق. يعني خاصة المرأة عم تتحمل ضغوطات يعني بشكل كبير. إذا حتى نحن عم نعاني من ذهنية ذكورية بمجتمعنا، النساء نفسهم فيها تكون داعمة لبعضها، سواء ضمن الأسرة، سواء ضمن العمل، سواء ضمن المكان اللي هي تدرس فيه، تؤمن بذاتها وباللي حواليها وتكون داعمة مو بس لذاتها لحتى اللي حواليها يعني.